السلام عليكم. كده دخلنا لايف. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طالعه اكلمكم كده، فاضيه شويه بصراحه، فقلت اطلع عليكم يعني ندردش سوا، نتكلم. ممكن لو في حد عنده سؤال ممكن لو عرف ممكن اجاوب عليه. يعني والله حابه، يعني وحشتني الاجواء. الاضاءه كده مش مظبوطه، الاضاءه كده كده الاضاءه مظبوطه. وحشتني أجواء الكلام والإلقاء شوية، وحشتني الكاميرا بصراحة. فحابة النهاردة صوفيا نايمة، فقلت بقى ايه، أطلع ألحق لي كده حبتين مع نفسي شوية. منار بتقولي كنا عايزين لايف ضحك وهلس. والله أنا بودي، بس تعالوا بنات كده أظبطكم. اصل انا من شويه قلت لهم على الفيس، على الانستجرام. تعالوا نظبط الاضاءه يا ربي على موضوع الاضاءه ده. قلت لهم من شويه على الانستجرام ايه، تعالوا يعني نتكلم لايف هادف ولا لايف ضحك وهزار. قالوا ضحك وهزار، فان شاء الله الناس بتحب الضحك والهزار قوي. تغريد ما عنديش اسئله يا تغريد، ماشي. فاطمه يا اختي القمر ساب نزل السما ونزل يعمل لايف. ايه يا فاطمه المعرفات القديمه دي؟ بحبك يا شيمو، شكرا جدا يا اسماء، وانا كمان بحبك. مين منورة، شكرا. بحبك جدا وبهجة، انا كنت معاكي في الدبلوم. ياه، ده احنا امتحنا سوا بقى، ده انتي شفتيني وانا بمتحن بقى. ايه اكتر حاجة تنصحيها للبنات المقبلين على الزواج؟ حلو السؤال ده. ولا اني يا رب بس نعدل كده. اقول لكم ايه، شوفوني كده وخلاص، مش تفرق. بجد بجد ثقفي نفسك من ناحية واجباتك وحقوقك، لانه الموضوع مش مرتاحة وهو ايه، الموضوع مش مظبوطة. ماشي كده كويس. ثقفي نفسك من ناحية واجباتك وحقوقك، وامتى تعملي ايه وامتى ما تعمليش ايه، عشان بجد الموضوع مش سهل، ومحتاج ان الواحد يكون عارف حقوقه وحقوق اللي قدامه عشان ما يظلموش ولا حتى يظلم نفسه. فدي اجابة على السريع كده. احنا البنات مالنا بالامومة بقى؟ ما اعرفش، سلوني كده اي حاجة. نيني 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 نيني. ماشي يا تغريد. ايه تغريد داخله تسخف عليا يعني، هي تقول شيماء فين وتقوم يلا استخفها اهي. بس لا، بحبها والله. امال ما شاء الله، تسلمي لي يا شيرين، شكرا. ما يتجوزوش ليه يا تغريد؟ ده احنا نجيب عبد الله بقى. انا غلطانه برفع من معنوياتك. طب يا رب صوفيا تصحى. لا لا، حرام عليكم بجد والله. لو صحيت هتلاقوني بقى بصوا فينش لايف على طول، مش عارفه اتصرف. اللي هو ايه يعني، خلوها كده. بقول لكم انا خليني قاعده كده. وحشاني يا قطه حبيبه، وانا كمان والله وحشاني جدا يا حبيبه، عايزين نتجمع تاني. نورهان وبهجة قوي، شكرا جدا. عسولة جدا، بحبك قوي. long time to be ايه to be see. ماشي، it's like long time no see. ماشي. وانا ما بقالي كتير والله قوي ما بطلعش على اي حاجه. حبيبتي منوره الدنيا كلها. داليا الباجوري. بس تعالوا بقى اقول لكم مين داليا الباجوري. داليا الباجوري دي كنت زمان قوي، مش زمان قوي ولا حاجه، المهم يعني كنت باخد زي حصص كده تربيه ايمانيه وجو حلقات بقى وكده. فكانت داليا من المعلمات اللي كانت بتدينا، يعني هي ليها كل احترامي والله، بس احنا قريبين من بعض في السن، فبقول لها يا داليا يعني. بس هي كانت معلمه من اللي كانوا بيلقوا علينا يعني يلا بينا. ده سؤال كبير قوي، عايز اسال سؤال. بكلم نفسي كتير قوي، حركة شفايفي بتبان، وساعات حركات ايدي كمان، وصوتي ممكن يعلى احيانا. بدخل في الكلام بشكل تلقائي ومبقاش واخدة في الاول، وباجي في نص الموضوع وباخد بالي اني بكلم نفسي، وبكمل عشان عايزة اكمل حوار وهسكت، ودماغي ما انشغلش بيه. ماما اما بتشوفني بتزعلي، وده مؤشر لحاجه ولا عادي؟ انا بتكلم هما جملتين بس او 3. بصي مش يعني خلينا ما نشخصت كده، عشان ده بيبقى خطأ. لان في ناس ممكن ما يبقى عندها الصلابه النفسيه ان هي ايه، تقول لا انا يعني ممكن تاخد حاجه غلط، فاهماني؟
فخلينا لو الموضوع عارض فده عادي، يعني خلينا نتكلم حاجة كده على القشور. لو الموضوع ده بيحصل لك بشكل عارض او بشكل بس يعني ايه، مرة وخلاص، اتنين وخلاص، عادي. اما لو بشكل هستيري وكتير فده تسألي فيه حد مختص احسن. مروة احمد، ده نور الايمان مش الاضاءة يا شيماء. لا يا جماعة والله الحاجات دي كلها اضاءة، يعني احنا لو طفينا الاضاءة دلوقتي بصوا ولا حاجة. طلتك مفيدة جدا وبحبك، تسلمي لي جدا يا مروة، ما شاء الله زي القمر. يا جماعة استنوا، ايه ده يا جماعة؟ كده كده غلط، احنا طالعين. عينيكي حلوة ما شاء الله يا، شكرا. شيماء العسولة. فاتن شعبان، تسلمي لي يا فاتن. عايزين لفة الخمار بتعمليها ازاي؟ طب حلو حلو السؤال ده، تحسوه كده. انا اصلا بصراحه اقول لكم على حاجه، انا بحب قوي قوي اي حد يكلمني عن الخمار، يكلمني يقول لي مثلا ايه ان هو نفسه يلبسه، ان هو نفسه يلفه ازاي. يعني بحب قوي اخد ثواب من البنات اللي هم مثلا ممكن يعني يشوفوني بالخمار او كده فيبقوا عايزين يعملوا زيي. فبحب قوي ان انا ممكن اخد ثواب عن طريقه الخمار او كده. بالنسبه بقى تعملوها ازاي، انا كنت عملت فيديو من سنه وحاجه يعني. هو ما شاء الله دلوقتي يعني بقاله كتير قوي، ناس كتير شافته. انا مبسوطه والله، مش عشان المشاهدات والجو ده بس، مبسوطه عشان انه بيجي في بالي كده انه ايه، يا سبحان الله، هو ممكن يكون حد كل ده شافه. هو ممكن يكون واحد بس في المية من البنات دول اقتنعوا مثلا بالكلام وكده، فممكن يحبوه ويلبسوه. عايزه بقى تلفيها ازاي؟ نرجع لسؤالك. ممكن تروحي على اليوتيوب هتلاقي هتلاقيني عامله لفه للحجاب بعمله ازاي، اللي هو اللي انا لابساه دلوقتي ده. هتلاقيني بقول فيه بنشتريه منين وهو كام متر وبنفصله فين وكل حاجه وسعره وكل حاجه، هتلاقيه على اليوتيوب. هبه خميس، وحشاني قوي يا شيماء، وانتي كمان جدا جدا يا هبه، والله وحشاني قوي قوي يعني. يعني هبه دي عسل، انا بحبها قوي. انتي قمر جدا، احكي لهم عني. ايه تغريد؟ احكي لهم عني ايه تغريد يا جماعه؟ ولا بلاش، لا لا. والله تغريد حلو. خلاص كده، منوره يا قمر، وحشتينا. تسلمي لي يا اسماء، شكرا. ناس كتير قوي ابتدت تدخل اللايف، ايه ده، الله. كنتش متخيله، قلت بقى اطلع شويه كده ايه لمحه كده. ممكن تتكلمي عن فتره العقد؟ بصوا، بصراحه هي فتره حلوه قوي قوي. بتبقى فترة يعني ايه بالنسبة حتى كمان البنات اللي هم يعني بيبقوا شايفين مثلا يعني ايه الواجبات وانه مثلا نعمل ايه في الخطوبة وما يعملش ايه في الخطوبة. في فترة العقد هيبقى بالنسبة لهم الموضوع حلو، هيتبسطوا. ليه؟ لانه مثلا في الاول ما كانش ينفع نخرج، لا دلوقتي ينفع نخرج، فاهميني؟ اللي هو لو مثلا خرجنا ومع اخواتنا بقى والعيلة كلها، لا دلوقتي احنا ممكن نخرج عادي، ممكن نقضي مشاوير. بتبقى فترة يعني تحسوها كده ايه، مثلا يعني زي البنات المتصاحبين بس حلال. احنا طبعا بنبقى اللي هو ايه، في حاجات كتير قوي بنبقى نفسنا نعملها ومش عارفه ايه الجو ده، بس ما ينفعش حرام. ففتره العقد دي بحسها اللي هو ايه، لا هي زي البنات اللي بتصاحب والجو ده بس يبقى حلال. ممكن حاجه كده على السريع، معلش انا عايزه اعرف ازاي يخرج من زعله واكتئابه وخوفه. هو مش تبع الموضوع ده، انا عارفه يعني، ماشي عادي ولا يهمك. انا اتكلمت في لايف، اتكلمت في لايف على اليوتيوب، كنت بقول فيه كل حاجه تخص الاكتئاب والاعراض وازاي الواحد يتعالج وايه هي الحاجات اللي ممكن الواحد يعرف يشخص نفسه بيها وكده. فممكن ترجعي لها، هتلاقي كل حاجه تخص الاكتئاب بشكل مفصل ودقيق. اقرا ايه مثلا؟ حقوقي واجباتي، ترشحي لي مثلا كتاب ولا ايه؟ وبحبك قوي يا شيماء. يا شيماء، بحب قوي اللي بيقول لي اسمي. تقراي. بص، هقول لكم شويه حاجات. اول حاجه منهم انك تقراوا كتاب لغات الحب الخمس. طب ليه بقى اقرا لغات الحب الخمس ده؟ انا بتكلم بسرعه. مهم. تقراوا لغات الحب الخمس ليه بقى؟ لانه ده هيعرفك انتي تستقبلي العطاء ازاي، وتستقبلي لغة الحب بتاعتك ازاي، ويفهمك تدي للي قدامك الحب ازاي، عن طريق ايه. لان احنا
كتير قوي بالذات البنات بتدي الحب للي قدامها عن طريق اللي هي محتاجاه مش اللي قدامها محتاجه. فده هيفهمك ازاي ازاي تستقبلي الحب وازاي تدي الحب. دي اول حاجه. تاني حاجه، هو ده كان حد موصيني عليه، تغريد اللي قالت لي عليه. قالت لي على كتاب حتى يبقى الحب، هو مجلد كبير كده، هو للاسف ما جبته، بس للاسف ما كملتش فيه، قرأت فيه حبه كده بتاع 40 صفحه. بس هو كان واقعي بشكل يخض يعني بجد والله. يعني حتى بدأت فيه بعد بقى الجواز انا واحمد. بدأنا فيه، انا كنت اللي هو ايه ده، احنا مش كنا بنتخانق بسبب الموضوع ده؟ ايه ده، احنا مش كان بيحصل ما بيننا كده؟ اللي هو بجد بجد تحفة تحفة. حتى يبقى الحب ده. ايه تاني؟ رجال من الملك ونساء من الزهرة بصراحة جميل قوي. وكل ما يحصل حاجة اقعد يقول لي ارجعي لي الكتاب بتاع الرجال من المريخ ونساء من الزهرة، عشان يعني انا ساعات مش ببقى فاهمة حاجات، فاقرأوه حلو. آه، حبيبتي ربنا ينفع بيكي ويحفظك، الحمد لله انك فاكرين. اه طبعا فاكراكي والله يعني يا داليا، ده انتي والله بحبك قوي، بحبك قوي، وبحب كل البنات اللي اتعرفت عليهم في الفتره بتاعت تانية اعدادي دي، يعني كانت والله لذيذه قوي. بصوا يا لهوي، بصوا الاضاءه عامله ازاي، لذيذه جدا. ايه القمر دايما ده الفلتر يا بنتي، عيب، ده الفلتر ده. اهم حاجه درجه الخمار بتاع، والله العظيم انتي ما تعرفيش انا بحب الخمار ده قد ايه، تحفه والله، بحبها قوي، بحس ان هي جميله. ني نهاد برضو، ايه نهاد مش كده؟ ماشي يا نهاد. هو ده اختي بتقولي بسرعه، اصل انا سايبه لها صوفيا نايمه معاها. ايه حصل ايه دافع؟ قوليلي قولي صحيت ولا لسه؟ فينك من الانستجرام؟ متابعاكي عليه كتير عليه. موجوده والله، بس يعني الفتره دي عموما انا يعني بقيت اتقبل عدم وجودي ومثلا ايه، وجودي وانتاجي واي حاجه، عشان انا في فيز معينه من حياتي. مخلينيش ايه يعني عيني هنا وعيني هنا، لا انا بصراحه كنت حتى بتكلم مع نفسي كده من فتره، اللي هو ايه، لا انا احاول اخليني في حاجه معينه، اللي هو خلاص دلوقتي انا بقيت ام وعندي بيبي وعندي مسؤوليه، فاركز فيها واديها حقها، عشان ما بقاش اللي هو ايه، لا انا عايزه يبقى عندي بيبي ولسه عايزه ارجع تاني للعياده واعمل حاجات كتير واظبط ده كله. طب لا استشارات اونلاين، لا طب انا بعمل حلقات على الانترنت وحاجات والجو ده. انا عارفه ان ده حلو ومفيد، وفي ناس ممكن تكون بتستنى ده، بس الاولويه فين؟ ما هو انا نمبر 1. انا بالنسبه لي كشخص، الاولويه بالنسبه له عنده البيت واسره وكده، فادي ده في الاول، وبعد كده هي هتكبر وهعرف انا تاني اشتغل. فليه اقحم نفسي في حاجات واضايق نفسي واحسس نفسي بالتقصير؟ لا بالعكس عادي يعني. صوفيا بتصحى؟ لا مش يعني بتصحى ولا صحيت يا هديه؟ قولي لي، عشان لو بتصحى تلاقي بتصحى فهخلص بسرعه، صحيت تلاقيني عملت فينش وجايالك. بعدين هديه مش انتي اختي؟ المفروض تقعدي ببنتي شويه. الله، هنشتكي للناس على الفيسبوك ولا ايه؟ انتي شبه يسرا اللوزي. يسرا اللوزي ده الفلتر. شيماء لو سمحتي مش تمسحي اللايف؟ حاضر ماشي. القمر ده بجد، تسلمي لي يا ياسمين والله. اعمل ايه مع تقلبات المزاج في اول الحمل؟ بصي بقى، هتيجي من واحده يعني مع ان هي كانت عارفه التقلبات اللي هتحصل للواحده الحامل، وعارفه ايه اللي بيحصل، وقارئه وعارفه حاجات دي ودرساها، ويمكن كمان كنت بدي نصيحه لحد فيها، ولكن للاسف برضو وقعت فيها. الفتره دي لازم الواحد يتقبلها، ولازم يبقى عارف انه عادي ان هو يمر بحساسيه مفرطه، اوقات بيبقى متقلب المزاج، اوقات يبقى مبسوط وبعد كده يقوم زعلان، يزعل من اي حاجه بسرعه. الجو ده كله لازم ان احنا نتقبله. طب اعمل ايه؟ احاول اشغل نفسي بحاجه، احاول مثلا اقرا عن التقلبات المزاجيه اكتر، فاحاول افهم نفسي واسيطر على الغضب بتاعي او على العصبيه بتاعتي. احاول مثلا اقرا عن البيبي، احاول اشوف للبيبي هدوم، اعمل اي حاجه، فاهماني؟ ما خليش بس ايه، كل همي في حاجه معينه كده. الواحد مش هيعرف يعدي الفتره دي للاسف.
جميله خالص في الخمار، اللهم بارك، ربنا يثبتك يا رب. والله نفسي جدا ربنا يثبتني. شيماء لو سمحتي مش تمسحي لها، في حاضر يا مروه. حاضر حاضر. ابني 2.5 سنين. انا مش هحط ايدي كده تاني عشان ابني 2.5 سنين، بيضرب كل اللي في سنه، وبيلعب مع الكبار عادي متفاعل وبيضحك، انما اللي في سنه بيضربهم. اعمل ايه؟ بصي بصراحة انا مش عايزة افتي، انا يعني انا مش تخصص اطفال، و... وفي نفس الوقت انا ما جيتش للمرحلة العمرية دي عشان مثلا ابقى عارفة فيها واقرأ فيها وكده، فانا بصراحة مش عارفة. ولكن لو الموضوع يعني يعني موضوع كبير قوي، انا بحب قوي قوي ارجع لاي مختص او اقرا. وادي كده ايه العيش لخبازه، اللي هو يعني الدنيا متأزمة متفاقمة، خلاص هروح لحد فاهماني، ما احبش ان انا ايه اروح لحد ينصحني وكده يعني. فاطمة محمود is watching you. ماشي يا فاطمة. هبة خميس، انا بحبك يا سيمو، ربنا يسعد قلبك يا حبيبتي، امين يا رب واياكي. زينب بتتفرج. ياه، اخبار الكورونا ايه؟ لا لا بهزر يا زينب. ممكن تتكلمي عن الانجليش لو لسه في الاول؟ ابدا ازاي؟ بصوا انا مش انستراكتور انجليش، ولكن جت فتره في حياتي كنت بشتغل مع اخواتي في انجليش كابسولز وهم لسه في البدايه وكده. فكنت بس كنت بعرف منهم ان انت لازم تحطي نفسك في كوميونتي او مجتمع كله بيتكلم انجلش. طب هتقولي لي ازاي وانا اصلا ما بعرفش؟ اقول لك بصي، الواحد في الاول مثلا نضرب مثال بالطفل، الطفل بيبقى مولود كده ولا عارف يمين ولا شمال ولا عارف اي حاجه تماما. الواحد هيعمل ايه؟ هو بيكون موجود في وسط الناس اللي بتتكلم كلهم حواليه بقى، وات ايفر اللغه كانت ايه، او وات ايفر عشان احمد ماما وات ايفر هو كان ايه، كان بيتكلموا ايه، فهم مره مع مره هتلاقيكي بتلقطي يعني. والله انا نفسي على فكره حتى كملت تعليم انجلش، ويعني براكتسنج للانجلش كان عن طريق كده. والله كنا في الشغل كان كل الستاف وكل الناس بتتكلم انجلش، فانا خلاص مره مع مره جمله مع جمله بقيت سمعت، فبتلقطي بتتعرفي يعني على حاجات جديده. منور يا شوشو، ربنا ينفع بيكي ويبارك لي. صوفيا بحب عزه، وحشتيني قوي يا عزه. والله عزه دي اعرفها من زمان قوي يا جماعه، من ايام ما كنت تقريبا، يا لهوي على الاضاءه، من ايام ما كنت ايه، من ايام ما كنت في اعدادي. يا ربي، وازاي اقدر احدد هدفي وايه الحاجه اللي هبقى مميزه؟ جربي كتير جدا. زمان قوي لما كنت بحضر مثلا حاجات، وانا ليه بقول زمان قوي؟ ده انا عمري كل 24 سنه يا جماعه. استغفر الله العظيم، ايه الامومه اللي محساني بقيت كبيره قوي دي؟ يا جماعه والله انا ولا بتاعت امومه ولا الجو ده، بس يعني يلا عدوها. جربي حاجات كتير. زمان كنت برضو زمان مهم يعني في الستودنت اكتيفيتي كانوا بيقولوا لنا ايه، جربوا مثلا ايه جربوا مثلا اتش ار، جربوا بي ار، جربوا مثلا ايفنت اللي انتوا تنظموا يعني اورجنايزيشنز وكده. فجربي حاجات كتير، ولما تلاقي الحاجه اللي فعلا فعلا بجد بتشتغلي فيها وبتدي فيها وانت مبسوطه كملي فيها. شيرين، نتعامل ازاي مع الفتن اللي بتظهر دلوقتي خاصة في الجامعات؟ والله انا بحمد ربنا ان انا تعليمي كله من اول حضانة يعني تقريبا كان في الازهر. ليه؟ لان هو بيمنع يعني اخطاء كتير جدا جدا كان ممكن نقع فيها، بيمنع مثلا اختلاطات الكلام ده كله. حاولي تحطي نفسك في صحبة صالحة وتبقي معاهم على طول، وتنغمسي في وسط ناس يساعدوكي انك انت مثلا ايه، ما يبقاش ان احنا عايزين ان احنا نروح نكلم شاب، عايزين ان احنا نروح نتعامل مع حد، الكلام ده كله. هي من الاخر يعني الصحبة الصالحة والله بتفرق قوي، مش كلام كليشيهات والله. الله، ناس كتير قوي ابتدت تدخل. شوشو انا بحبك خالص، انا عارفاكي معرفة شخصية، كنا معاكي في ثانوي، ربنا يبارك له. صوفيا ثانوي، شوشو السني، لا مش فاكره. طب ما تقولي لي اسمك، انا بحب قوي افتكر الناس اللي كانت معايا يا جماعه. والله بحبك يا شوشو، عينيكي جميله زيك، تسلموا والله، شكرا. عاوزين عروسه الشيماء، مش فاهمه يعني ايه عروسه. عايزين عروسه يعني ايه؟ عايزين عروسه الشيماء، مش فاهمه. حرفيا انا بحبك جدا، بحس انه يا ربي على الاضاءه، ايه الاضاءه دي؟ اضاءه رخمه. خلاص بقى مش هنفضل نعيد كتير عشان ده الاستوديو بتاع عبد الرحمن اخويا.
حرفيا انا بحبك جدا، بحس نفسي برتاح لما بسمع كلامك. ربنا يبارك لك في صوفيا. وكمان بحب اختك هدى وتغريب. بحب انت ما بتحبيش اسماء ليه؟ لا لا بهزر. وبحب عيلتك عموما. ربنا يفرح قلبكم ويحرجكم بعض. اللهم امين يا رب. ربنا يستجاب دعواتك ويجعلها بالمثل ليكي وزياده كمان. تسلميلي جدا يا مريم. مريم. يا جماعه في اسئله كتير قوي. ازيك يا شيماء؟ انا بحب حضرتك. حضرتك بلاش حضرتك ايه ده؟ كلهم 24 سنه. بحب حضرتك جدا. انا مقبله على الزواج باذن الله. نفسي اعرف مصدر كويس اتعلم منه اداره المنزل الماليه وكده في دين. هقول لك على حاجه. انا كان في حد قال الله الناس اللي بتعمل قلوب دي لذيذه قوي يا جماعه. ده انا ما خدت بالي انتوا بتعملوش قلوب ولا بتعملوا اي حاجه خالص. ما تعملوا قلوب كده ولا اي حاجه. انا اشحت منكم. بهزر. انا مش عارفه ليه النهارده كده عايزه اضحك مع ان الوضع غير كده، بس المهم يعني. آم، آه، كان في فيديو حلو قوي لواحد لقناه على اليوتيوب اسمها اسلوب مودرن. فدي حلوه قوي. واحده اسمها لارا. ايه ده؟ احمد دخل. ياه. اهلا اهلا. وقلوب بقى كتير. احمد تقريبا ولا ايه؟ هو الداعم الوحيد اللي بيحط لي قلوب. المهم كان في فيديو حلو قوي اسمه بصي كان بيتكلم عن الفاينانشال ستاف دي. فممكن تدخلي وتشوفيه. كان لذيذ قوي. انا بصراحه استفدت منه. قناه اسمها اسلوب مودرن. زينب رفعت قمر. والله انت اللي قمر. والله ده الفلتر اقسم. سايبه بحث التخرج بتاعي بتفرج على اللايف الاقيكي بتتكلمي عن الكتاب اللي بعمل عنه البحث كده من 5 سنين. طب شفتي بقى؟ يعني اساعدكم اكتر. انا اودي نفسي فينا بحترق شمعة تحترق من اجلكم يا جماعه. يعني حتى بتكلم عن نفسي. بصي انت تكتبي اللايف ده ملخص كده وتروحي تديري الدكتور. انني شديده الحب لك الشيماء. انت شديده الواقعيه واللطف الحقيقي. اشعر انك اختي او من مجتمعي واهلي. بحبك. ايه ده؟ الله. ايه القمر ده يا جماعه؟ دي كاتبه لي في اللغه العربيه. انا بحب اللغه العربيه جدا جدا. والله تسلمي لي قوي يا آلاء. ربنا يكرمك يا رب. والله انت اللي سكر. شيماء عامله ايه؟ وحشاني جدا. في تنظيم وقت في وجود البيبي ولا مستحيل؟ بصي اقول لك على حاجه بصراحه ونكون واقعيين. اول فتره دي اللي انا فيها لسه ما خرجتش منها، لا مفيش بصراحه خالص تنظيم وجوده. انتي بتبقي وقتك كله للبيبي. انتي خلاص يعني بتطبخي معاكي البيبي، بتعملي حمام معاكي البيبي، خرجتي معاكي البيبي، دخلتي معاكي البيبي. فانتوا الاتنين بتبقوا كأنكوا جسد واحد، كأنك لسه حامل اصلا. فما فيش تنظيم بقى اللي هو ايه، لا هعرف انزل الشغل، لا هعرف انزل الجامعة، محاضراتي، شخصيتي، استقلالي، جودة. مفيش بصراحة. يعني عشان بس ما نكونش ايه من الناس اللي اصل ممكن يا جماعه حرام جدا واحده تقول ايه، واحده مثلا تصدر ان هي ايه، ده انا مية مية وعارفه اعمل كل حاجه ولا بيبي ولا بتاع. واحده ثانيه تلاقيها ما عرفتش، فتحس ان التقصير منها وتحس ان هي اللي مثلا ما عندهاش مهارات كفايه، ما عندهاش الكلام ده كله. فلا يعني لا. ايه ده؟ الله فجاه كده بقيت 400. ايه ده 424؟ ده انا ده انا اطلع لايف كل يوم بقى. فلا اول فتره لا. بس ان شاء الله انا امل يعني وشايفه مبشرات انه ان شاء الله ممكن في البيت في المستقبل شويه كده كمان كام شهر هعرف انظم. بس دلوقتي دي مش بنتي، دي روزين بنت عبد الرحمن مش بنتي. مبهجه وحقيقي بحبك في الله. تسلمي لي جدا يا اشم. ايه ده؟ الله اسمك الشيماء. انا قليل قوي يا جماعه ما بلاقي الاسم ده. فاطمه نبيل. وهو ده الفيسبوك نور والله. يا فاطمه تسلمي لي جدا. والله بحبك قوي 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 يا فاطمه. والله والله اهو. انا والله ناس كتير قوي بتدخل يا جماعه. والله لا هزعل كده، قصدي هفرح كده. بحبك جدا وبحب اسمعك. ربنا يسعدك ويحفظك ويكبر خاطرك وتحققي كل اللي بتتمنيه يا رب. ادعي لي كتير معاكي يا رب. كل الدعوات اللي انتي دعيتها لي دي ربنا يتقبلها ويجعلها بالمثل وزياده ليكي. وربنا يحقق لك كل اللي بتتمنيه ويرضى عنك. كلمة بقى ويرضى عنك دي بحبها جدا جدا. هو اي حد في الحياة ممكن يقول لي ادعي لك بيقول له ربنا يرضى عني. ليه بقى يا جماعة؟ انتوا بقيتوا 600. ايه ده؟ مش مصدقة. المهم ليه بقى يرضى عني؟ لانه
لو ربنا رضي عن الواحد والله يا جماعة مش هيحتاج اي حاجة تانية في الدنيا. ودي مش حاجة كده كلاشيه بتتقال، لا فعلا فعلا. آه، ايه ده؟ دي مسج كده، سايد مسج. المهم، ليه بقى الواحد لما ربنا يرضى عنه مش هيحتاج حاجة تاني؟ لانه لما ربنا لما بيرضى عن حد بيخليه مش محتاج حاجة، بيدهشه بعطائه، بيديله كل حاجة حرفيا. فبجد بجد ربنا يرضى عنا جميعا. لارا عزب، وحشاني يا شوشو. ازيك يا لارا، عاملة ايه؟ لارا يا جماعة كانت معايا في الجامعة، اتعرفت عليها تقريبا اخر يومين امتحانات في السنة الرابعة تقريبا. بس والله شخصية لذيذة جدا، مش عارفه ازاي ما عرفتهاش من قبل كده. بحبك في الله، وانا كمان والله ربنا يحبك يا رب. نجوى، اللهم بارك، انت جميله قوي يا جماعه. قلت لكم ده الفلتر، اسيب لكم الفلتر. طيب طلع بهزر. ربنا يكرمك يا رب والله. بس انا فعلا مش بعرف ارد على حد يقول لي انت جميله مش عارف ايه. شايفين الفلتر الرموش اللي طلعت دي؟ فلتر المهم، مش انا. مش الفلتر، لا ما تقوليش كده. انت ام اللهم بارك اجمل من يسرا اللوزي كمان. يا جماعه يا جماعه والله. كده انا اتغر. لقاء دخلت. لقاء برضه صاحبتي من الجامعة، بس لقاء اتعرفت عليها في سنة أولى. أيام بقى ما كنت في سنة أولى. ايه الجمال ده يا شوشو، وحشتيني قوي والله. انت كمان جدا يا لقاء، وحشتيني قوي. قلت لك هنتقابل وما تقابلناش المهم. بعدين منك جدا ولسه اشوفك قوي. والله يكرمك يا رب والله والله. يعني يلا بينا يلا بينا عادي. مريم ما شاء الله، تسلمي يا جماعة والله. مش عارفة تعملي ايه في الصاحب المتسلط اللي عايز الضوء يكون عليه. هقول لكم على حاجه. الصحوبيه دي فيها حرفيا اشكال والوان من الابيوزنج اللي ممكن يحصل. ازاي؟ هتلاقي واحده مثلا ممكن تبقى ظاهره لك ان هي بتحبك وما بتحبكيش، عايزه تتحكم فيكي، عايز الضوء يبقى عليه، عايز ان هو طول ما هو ماشي يرمي افات على الناس ويبقى هو اللي ايه عارفين انتوا الناس دي اللي بتحب ايه تجعل اللي قدامها كده عرضة للهزار والسخرية وكده، يعني يتنمروا بمعنى أصح. أنا بشوف بصراحة إنك انت تبعدي عن أي حد بيسبب لك أي ضرر نفسي. ابعدي عن أي حد عادي، يعني مش هتخسي حاجة. بجد والله الواحد مش هيقل، يعني مش هيقل حاجة لو بعد عن الناس اللي بيضايقوه. ما يبعد عنهم. مش عارفة ليه. آه، قمر جدا ما شاء الله، تسلموا والله يا جماعة. انتي ستايلك محترم وحلو جدا، يا رب يتقبل بس يا رب. والله يا جماعة ناس كتير قوي بتدخل. ازاي بقيتوا 620؟ يعني ليه؟ بقول ايه يا جماعة؟ ده انا طالعة اسلم عليكم. انت جميلة يا شيماء، بحبك ربنا يكرمك يا رب. منمن حسن كنت. منمن بقى تقريبا اتعرفت عليها انا في ابتدائي تقريبا، كنت بقول لها يا ماما والله. وحشتيني جدا 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 يا منمن والله، ونفسي قوي قوي اشوفك، نفسي قوي. سماهر، سماهر بقى يا جماعة ايه اللي انا بعمله ده؟ بس انا اتعرفت عليها في الكامب بتاع اسكندريه اللي رحته تقريبا وانا في تانية جامعه. بس بصراحه من احلى البنات سماهر دي. عسل عسل عسل. هو ينفع تقولي لي لبس الخمار بتاعتك؟ انا عامله فيديو توضيحي للخمار كله 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 على اليوتيوب. انصحك تروحي تشوفيه، او على الفيسبوك هتلاقيه. انصحك تروحي تشوفيه تستفادي منه اكتر، لان دلوقتي مش هعرف اعمله لاني مش لابسه خمار من تحت اقدر اوريكي وكده. الاء فرج، الاء بقى. الاء كانت صاحبة اختي، بس هي صاحبتي برضو وانا بحبها قوي قوي قوي. وحشتيني جدا يا الاء. احمد بيقول لي يا سوسو نعم يا احمد، عايز ايه؟ عايز ايه؟ اجي اطلع معاكي؟ لا مش بطلع مع الشباب لو سمحت. لا لا، عايز تطلع تعالى عادي. الباك جراوند اللي وراكي دي، الباك جراوند اللي ورايا دي ده عبارة عن فوم. ماشي. استوديو بتاع اخويا عبد الرحمن اهو. بصوا ده حتى السبورة بتاعته. ايه ده اهي السبورة بتاعته. يا سوسو عامله ايه؟ عائشة ادريس. انا حاسه ان انا عارفه عائشة ادريس دي، بس مش عارفه ليه مش فاكره. المهم كنت معاكي في السنتر في ثانوي لو تفتكري. مستر وليد سعد، مستر وليد سعد. مش فاكره خالص. المهم احلى عيله والله، عيله عامر، ربنا يبارك له. تسلمي لي جدا يا سوزان، شكرا قوي.
احنا بتقول لاحمد اطلع معاها اللايف. ماشي يا اسراء، بحبك يا شيمو. وانا كمان هريتلك الدنيا قلوب. ايوه كده، احب انا الناس اللي تحط قلوب كده واحس ان الدنيا كده ايه عامله كده. انتي عسل قوي، ربنا يكرمك. انا عايزه يا جماعه اتكلم معاكم في حاجه حلوه بقى يعني. ايوه خد، عملت لك قلوب كتير، تسلمي لي جدا يا ساره. ايوه كده، احنا اللي بنعمل قلوب. ماشي ماشي يا دكتور ايمان. امم صوفيا، ايوه صوفيا مالها يا هدايا بجد والله؟ قولي لي صوفيا صحيت ولا انتي بتقولي لي كده عشان كده؟ قولي لي بجد، صوفيا صحيت؟ مبهجة جدا، ماما بارك، تسلمي لي جدا، شكرا. في صوت بيبي بيعيط؟ لا، الصوت البيبي اللي بيعيط ده اصلا انا عند اخويا. صوت البيبي اللي بيعيط ده صوت بنته روزان، فهي بتعيط عادي يعني، هي بتعيط عادي، ده باك جراوند نويز كده في, في البيت المرحلة دي، فعادي يعني هي روزان بتعيط عادي. بعدين مش بتعيط، هي بتعمل هو دي اللي هي مش عياط، هو زهق. انا جالك مستقبل وبقولك بعد ما تكبر برضو هتبقوا واحد ومش هيبقى فيه تنظيم ومش هيبقى فيه خصوصية في الحمام كمان. لا 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 يا دعاء، لا لا يا دعاء، لا ما تصدمينيش، ده انا عايشة على الامل ده. ده حياتي اتشلفطت. لا لا اتمنى ما تقوليش كده يا دعاء، والله هعيط. لا لا لا، قولي ان شاء الله بس يعني الدنيا تظبط. مروة عيسى، بعد 4 شهور بإذن الله الناس اللي ولدت بتقول الدنيا بتبدأ تري. أيوة كده يا مروة، أيوة كده. 4 شهور إن شاء الله، فاضل لي شهر. فاضل لي شهر. الواحد كان عنده اكتئاب، وبكلامك الهادي ده بيدخل القلب على طول والواحد استريح. والله ضحكتك تسلمي لي جدا يا الله يا جماعه، والله بجد، والله والله بدون اي يعني كلام كلاشيه كده. والله بجد، هو الواحد لو كده فعلا فيحمد رب يعني، يا رب لك الحمد انه هو ممكن اصلا يكون الواحد يكون سبب ان هو مثلا سبب فيديو ولا طريقته ولا كلامه ممكن يخلوا حد يبقى مبسوط. ربنا يكرمكم والله يا جماعه، بتفرحوني قوي. مش عارفه ان النهارده المشاعر واخداني قوي كده. شيماء يوسف، عسوله قوي، ربنا يكرمك، من اكتر الناس اللي بحبهم. تسلمي لي قوي يا هنا، شكرا. والله يا جماعه في ناس كتير قوي بتدخل يعني، بحبك من زمان قوي. تسلمي لي يا ساره. وانا كمان كنت متضايقه شقتك. ايه؟ كنت متضايقه شفتك انبسطت. ايه ده؟ الله، ايه ده بجد؟ صراحه انتي مثال لكل جيلك، يا ريت كله اتعلم منك. الله يكرمك يا رب، شكرا. والله انا اللي بحبك جدا، خدي قلوب كتير. ماشي يا فاطمه. اقفلي ما يعني احمد والله. يا جماعه احمد بيقول لي اقفلي الفلتر. يا جماعه والله الفلتر عادي يعني. نقفل. مش عارفه اقفل الفلتر يعني. ده باقي الاستوديو. لا نجيب كده عشان المهم، اصل احمد بيبعت مسجات على الواتساب وبيقلب في الفلتر. نور، بحبك قوي شوشو. وانا كمان بحبك. اقفلي الفلتر يا احمد، قلت لك مش عارفه اقفله والله. خلاص. خلاص بقى، انا دخلنا قدام الناس، دخلنا قدام ال 620 شخص. ربنا زي القمر يحفظك، شكرا جدا. اماني خفاجي بتتفرج؟ لا ده احنا نطول اللايف بقى. سلميلي على هدايا وسلمى كتير، حاضر. الله يسلمك يا الاء. ما عندكيش اخت صغيره ليا؟ بلوك بقى ولا ايه؟ طيب. احلوتي بعد الخلفه. شكرا يا نور. انا شكلي بجد قافل الفلتر يا جماعه، انتوا مخدوعين قوي. بحب جدا، شخصيه جميله قلبا وقربا ولطيفه وتلقائيه ونقيه. ربنا يبارك فيك. تسلمي جدا يا فاطمه والله على كلامك الحلو ده، شكرا. ربنا يكرمك ويبارك في حياتك. فرحت جدا باللايف، ربنا يبارك فيكي وينفعك ويبارك في زوجك. انا مش عايزه اطول عليكم، مش عايزه اطول عليكم، كفايه كده. احنا كده بقينا قد ايه؟ بقالنا قد ايه؟ حد يقول لي عشان مش ظاهر عندي. ما دي القمر. هي الفتاة معاكي في نفس ذات دوامة الأمومة الجديدة. ربنا يعيننا والله.
وحشتني اكتر يا شوشو، دايما بشوفك ودايما بشوفك بفرح، ولسه هديتك معايا. يا ده انا كنت جايبالك هديه كده. ايوه سلسله، حاضر يعني، حاضر حاضر حاضر. استغفر الله العظيم. من افضل الشخصيات اللي على الفيسبوك اللي ممكن يستفيد منها. تسلمي. ايه ده؟ شكرا جدا. بنوتك بتعيط يا جوش وقلبي والله ما بنتي يا جماعه، والله العظيم ما بنتي. انا شكلي هنزل بقى الكومنتس تحت، لان في كومنتس كتير. يا ربي ايه ده؟ بقى نص ساعه وتلت، 30 دقيقه. طب خلاص كفايه كده. لو عندكم حاجه مفيده، حاجه كده ممكن نتكلم فيها، قشطه. معفيش نقفل بقى. واحدة بتقول شيماء الجميلة اللي بحبها، انا لما بدخل لايف لأي حد بزهق وبخرج، الا انتي حتى لو قعدت اليوم كله. الله يا جماعة، والله والله العظيم انتوا عسل، واقسم بالله. كل ما اشوف فيديوهات ليكي بستمد منك طاقة وسعادة. ايه ده؟ وانتي اللي بتاخدي الطاقة؟ انتي انا محتاجاها دلوقتي. معسولة ما شاء الله عليك يا جماعة. الله يكرمكم يا رب. الاحترام، انتي قمر قوي، دخلتي قلبي على طول. شكرا. لما تقلقيش هتعرفي تعملي شغل البيت، بس وفي خلفية زن بلا هدف، وشبطانة في رجلك، وشبطانة في رجلك برضو بلا هدف. ايوه، ما ده اللي بيحصل مع اسماء. بره بتعمل حاجات وروزان عادي باك جراوند نويز كده، بتعمل لها موسيقى. بس هي اسماء عادي يعني، شغالة في الشقة عادي، فاهمني؟ اللي هو لا هعرف اشتغل، انتي مش بتعيطي، انتي بترزلي عليا، فعادي يعني. احمد بيقولي دخليني معاكي، دخلوا معايا. لو هم قالوا يا احمد ادخلك، ما قالوش تغريب بتقول روزان. ايوه هي روز، عارفه يا لما بتيجي عندك تقوم لطشه صيبه بالقلم. هي بتحاول تعمل في صوفيا كده بس لا. يا جماعه قولوا دخل احمد ولا نقفل اللايف. ممكن ترجعي تنشري فيديوهات المصحة والعامل النفسي. حاضر حاضر والله. بس يعني دعواتكم بالتيسير وبالعون. ليه؟ لان الواحد يعني خلاص والله بجد يعني طاقته يعني مش هقول قليلة، بس هي بقت لحاجات تانية، فاهميني؟ يعني انا مثلا لو كان عندي طاقة وبعملها في حاجة، الطاقة دي كلها اتاخدت واتحطت في حاجة تانية. فادعولي بالتيسير والله، ان ربنا يعيني عشان اقدر. انا اصلا نفسي ارجع اعمل حاجات مفيدة وكده. بصي، موضوع الامومة ده متعب طبعا، بياخد من الصحة كتير، بس كل ده هيبقى اه بس كل ده ينتهي من اول كلمة ماما ومن اول ضحكة. تصدقي والله بدون ما اكمل، بس انا فهمت. كنت لسه بتكلم مع احمد من يوم تقريبا او يومين في الموضوع ده، وبقول له ايه، بقول له بصراحه صوفيا يعني ابتدت ان هي بقى إيه تعرفني، وابتدت ان هي يبقى عندها مود، وتبقى عايزاني اقف بيها، عايزاني اهزها، عايزه حاجات كتير كده. فبقول له والله الحاجات دي بتتعبني وكل حاجه، ولكن بصراحه مع او مثلا ايه وانا كده باجي اغير لها البامبرز، تيجي تضحك مثلا، او مثلا لما اجي انده عليها، وانتوا عارفين بقى لما تيجي تدلعي طفل يعني، تقوم ضحكه كده او مبتسمه، بفرح بقى. ما كنتش ببقى فاهمه الناس اللي بتقولك ايه بقى اول ضحكه واول ماما واول الجو ده، بس يعني ما كنتش بصدقه، كنت بقوله كلاشيه شويه. بس لا يا جماعه والله الكلام ده حقيقي. فالحمد لله يعني عندك حق فعلا. نور بتقولي لا ما تدخليهوش. ماشي يا نور، مش هدخله. واحده بتقولي يلا تغريب بتقول يلا خلينا نروش عليكم انتوا الاتنين. طب ماشي يلا دخلوه. ايوه والنبي ده عسول. مين دي اللي بتقول ده عسول؟ ماشي. يلا ندخل. اه ايه ده؟ كل الناس كده. يلا يا احمد دخلك. حاضر. مين اللي كان عنده طاقة؟ انا يا تغريد اللي عندي طاقة. عايزة حاجة؟ تغريد عايزة تترخم عليا وخلاص. ماشي. طب ادخلك منين يا احمد؟ ما انا مش عارفة اعمل اللي هي من البلس. ما مفيش، مش عارفة.
منين؟ من هنا. جست ريكويستس ولا ايه؟ ماشي. ايه ده احمد، انت مش من الناس اللي ينفع اعمل لهم ريكويست ليه بقى؟ مش عارفه. طب ما تبعت لي انت وانا اللي اعمل ابروف، ايه رايك؟ استنى اهو. هيطلع. اهلا اهلا. عامل ايه؟ اهلا اهلا. الحمد انا بسمع لله صوتك بيظهر تمام برامج مية كده، مية. اقعد اقول لك شويه وانا وشي بقى واخد. احنا قاعد بقى الكادر بقى. ليه بسمع صوتي عندك تاني زي في البرامج وتقول له اسمعيني من التليفون وطي التلفزيون؟ انا مشغل البتاع ده، انا بسمعك من اصلا انا طالع لايف من الايفون 12 برو ماكس. خلاص يا احمد انت طبعا تعمل الناس. ماشي. المهم ادخلي كده على شايفه علامه العصايه السحريه، دوسي عليه. في ايه بقى؟ هتلاقي في دايره عليها شرطه كده، دي اللي هي نو فلتر، دوسي المره عليه. الجايه بقى خلاص. المره الجايه تعالى بس نشوف الناس بيقولوا ايه. يلا بقى خلاص. طب اسمعي مني والله العظيم، ومش كلام خلاص واحد، خلاص بالله عليك، بالله عليك خلاص. من غير اي فلتر والله. ماشي المره الجايه. الصورة يا جماعه. طب ايه؟ ما انا مش عارفه بصراحه، انا بص بقي بس اللي بقى باقي. لا انت محتاجه الفيديو يترفع لفوق سنك، الكاميرا تترفع. لا كده كويس. لو مش هتيجي انت كده، ايه مش باين منك غير كده يعني تحت. ايوه. عبد الرحمن واسماء باينين في الصوره. مشكله عادي. لا هاتيه كده شويه. ما انا بقى ايوه مش كده. هعرف اقرا الصوره صغننه قوي. هو الناس كلها بتقول ما فيش صوره، ليه ما فيش صوره؟ لا والله في. الناس بتقول انتوا فين، ما فيش صوره، الصوره باظت. الصوره يا جماعه ما فيش صوره، الصوره مش واضحه، اللايف بيقطع. خلاص يا احمد اطلع بقى من اللايف وانا اكمل. واحده بتقول اللايف باظ، تغريد بتقول لا في هو تقريبا بيطلع للقرايب بس ولا ايه؟ ايه ده، حبه بيقولوا الصوره حلوه وحبه بيقولوا الصوره منغشه. بتقول انا شايفاكوا كويس جدا، الصوره واضحه. خلاص يبقى كده الاغلبيه بيقولوا ان الصوره موجوده. البقاء لله في الصوره والصوره. لا شغال تمام. انت ايه يا احمد بتعمل ايه؟ الصوره مش واضحه على الكمبيوتر. حضراتكم تعرفوا بعض؟ بنتعرف. لسه بنتعرف جديد. هاي شيماء، انا متابعك من زمان على لو فكره. سمحت انا ما بتكلمش مع شباب. شيماء، لا انت ما تعرفيش انا معجب بيكي وبالمحتوى اللي انت بتقدميه ازاي. ايوه عارفه الدخلات دي، انا عارفاها. في صدى صوت، ايوه انا بقول كده، في صدى صوت وانا سامعاك، يعني جاي من عندك انت. مفيش صوره. اللايف باظ يا احمد، حرام عليك. الصوت بيتكرر. الصوت ايوه بيتكرر. الناس ابتدت تخرج. الصوت تمام. مظبوط. يعني كلامك بيتكرر. طيب ما انا مش عارف اعمل ايه. الصوره تمام بس صوتك فيه صدى صوت، يعني كلامك بيتكرر. ايوه والله انا برضو حاسه كده، الصوره بتيجي ثواني وبتروح. انا شايفه طحالب. طحالب ايه؟
شغالة وزي الفل يا جماعة، منورين. أيوة أهو. انت خدت الايربودز بتاعتي، خدت الايربودز بتاعتي. أي معايا. ما انت خدتيها، انا ما عنديش حاجه احطها في وداني. لا مش هي حوار، مش هينفع خلاص يا جماعه. يلا سلام، سلام. هقفل انا. أنا أصلا أنا كمان هقفل. ماشي ماشي. حطي سماعة. لا خلاص بقى، احنا ماشيين أحمد. نرجع احنا بقى لللايف بتاعنا يا جماعة. واحدة بتقول لا أنا أول مرة أشوفكم فبسأل عادي. لا لا لا، بنهزر معاكي. لا ده أحمد جوزي. بس احنا بنهزر. كيميا يلبس هاند فري الدنيا تظبط. ما هو مش معايا عشان انا اخدت الايربودز بتاعته ومش معايا سماعه، فالصوره كويسه لكن مصغره والصوت فيه تردد سماعات. خلاص بقى مشينا احمد، مفيش بقى ولا تردد ولا في اي حاجه. ممكن تدعي ربنا يا رب يبارك فيكي ويشرح صدرك وييسر لك امورك كلها يا رب. اللايف باظ. لا واحده بتقول اللايف بقى مظبوط. ايوه عشان تعرفوا ان احمد هو اللي كان مبوظ اللايف وان انا كان اللايف عندي حلو. انا بقول بقى اقفل يا جماعه. والله صعبان عليا صوفيا قوي لو صح. مش عارفه الامومه يا جماعه بقت عامله فيا قوي. طب ايه، حد عنده حاجه ممكن نتكلم فيها؟ هتاخدوا عين. ربنا خير وحافظ ان شاء الله. يعني انا والله بقدر الامكان مع محمود زيتون. في حد بيعيط؟ اه في رزان. ربنا يساعدكم. قلبي عنكم عن حاجه ان شاء الله. امين. عايزه تدخلي حد من الفانز وتتكلمي معاه؟ عايزين تدخلي حد من الفانز؟ لا لا ما عنديش. بس يعني لسه ما عنديش لا اصل صعبة قوي هكلم حد ما انتوا مش فانز يا جماعة. انتوا يعني اغلبكم والله بيبقى معارفي صحابي. ناس يعرفوا صحابي يعني. مفيش فانز. دي فانزي على ايه بس يعني. يا جماعة قبل ما اسافر، شيماء قبل ما اسافر يا جماعة اخد السماعة بتاعتي والايباد بتاعي. وقلبي حاطط كتير قوي. ايباد بتاعك ايه؟ الايباد بتاعي انا، هو عشان انا اللي كنت بسيبك تستخدمه بقى بتاعك. مش هرد. انا قلت لك ما تدخليهوش. ايوه ايوه انا عارفه انا غلطانه ان انا دخلت. روحكم جميله ما شاء الله. يا رب يديمها يا رب. انا عندي موضوع. ممكن بكره تتكلمي وشوفي البيبي. مش فاهمه. انا عندي موضوع. ممكن بكره تتكلمي وشوفي قصدك ان اقفل يعني؟ لا حرج ده. حابه تشرحي على موضوع التشافي من المشاعر السلبيه. بصراحه مش محضره له حاجه يعني عميقه. اقدر اقولها يعني عميقه مش بمعنى عميق، يعني عميقه بمعنى تستاهل وحاجه مرتبه ومهندمه. الحمل يا شيماء ولو دقيقتين هقول لكم على حاجه بصراحه. الحمل يا جماعه من الحاجات اللي بجد بجد يعني صعبه قوي ومش سهل ان اي واحده تعدي بيها. الحمل بيتقسم ل3 حاجات. اول فتره بتبقى فتره انه انا اصلا مش حاسه ان في حاجه، مش حاسه ان في بيبي جوه. مش حاسه باي حاجه، ولكن في بنات بيظهر عليها بقى اعراض ايه، ترجيع وقرفه ومش بتبقى عارفه تعمل اي حاجه وحياتها بتقف. والجو ده تاني 3 شهور انا كنت حاساهم ان هم الطف بصراحه. يعني هم اساسا بيتسموا هاني مون بريجنانسي او بريجنانسي. موبايلي بقى اقل من 10% فهيفصل، فكده كده هنقفل اصلا. فبيكونوا ألطف وبيكونوا مستقرين أكتر وبيكونوا يعني الدنيا فيهم ظريفة خالص. تالت 3 شهور بقى الدنيا بتبقى صراحة مش ألطف من الناحية الجسمانية، لأنك انت بتبقي مهلكة، بتبقي شايلة حاجة تقيلة قوي، بتبقي ملازماها. بالذات بقى لو انت بتعملي بقى تمارين عشان تولدي طبيعي وبتتمشي والجو ده، الموضوع بيبقى صعب قوي. دي من الناحية الجسدية يعني ايه ملخص بسيط كده. قولي لأحمد أو قولي لأستاذ أحمد تفاصيل كورس هيبدأ قريب. تواصلت معاه على الخاص وما ردش ضروري. ممكن يبقى فاضي. قصدي مش فاضي ومشغول، ولكن أعتقد الكورس كان هيبدأ آخر الشهر ده تقريبا يعني. اه انتوا ليه مصممين تطلعوا الحتة دي وتبينوا بقى اللزق اللي هنا ده ليه؟ ها مهم.
نفسي ادرس علم نفس، ادرس فين بس من غير فلوس؟ ابدأي كورسات. في حاجة على اليوتيوب حلوة قوي 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 اسمها المنتور. بتحط كورسز كتير قوي قوي وناس تقيلة جدا، منهم واحد اسمه احمد عمار، اكيد انتوا عارفينه طبعا. انا ده واحد من الناس اللي نفسي كده ايه اشتغل معاهم حتى لو ببلاش والله يعني. فادخلي هتلاقي عليه حاجات كويسة. خليها تعمل لك بلوك يا نور، خليها تعمل نور. مش عارفة. في طريقة تربية ناوية تمشي عليها مع صوفيا؟ والله لسه بتعلم يا مي، بتعلم وبشوف انا هعمل ايه. انا اصلا دلوقتي في مرحلة الايه بقى، تغيير الحفاظ. لما بقى نيجي بقى ناحية التربية وايه الصح، ويبقى في اساسا لغة حوار ما بيني وما بين البيبي، اكيد اتعلم لها ان شاء الله يعني. بس يعني في حاجة، لا ما اعرفش. عايزين نسأل كيمياء، الايفون 12 12 برو ماكس سعره عامل كام في امريكا؟ ارخص من مصر بكتير. الصورة مش واضحة ليه؟ ما الصورة حلوة اهو. اقصد لو في بيبي بيعيط فيه ممكن نتكلم عن تربية الاطفال وخصوصا الصبيان. انا ما عنديش تجربة بصراحة. فهمت جدينا دلوقتي. ما عنديش تجربة مع الصبيان، ولكن كله بيقول ان الصبيان تربيتهم اصعب. مش عارفة ليه، بس يعني ما دام بيقولوا كده يبقى في نسبة من الصحة، يعني هم ممكن يكونوا غلط وكده يعني. كورس الفريلانس بدأ مع حضرتك؟ هو انا هحضره بالمناسبة، انا هحضر كورس الفريلانس المرة دي ان شاء الله مع احمد. ربنا ييسر يعني. هو حلاوته ان هو اونلاين، فانا ان شاء الله هقدر ان انا من الحاجات ان انا والله بجد من مميزات الاونلاين، يعني انا ابتديت ان انا ما بحبش الاونلاين خالص خالص خالص. فابتديت ان انا اعجب بالفكرة عشان ظرف زي اللي انا فيه دلوقتي، اللي هو بقى عندي بيبي مش عارفه انزل والجو ده. ف فابتدي ممكن انيمها واقعد انا احضر شويه كده يعني. فالموضوع لذيذ بقى وان شاء الله احضره وربنا ييسر الامور. امتى هتنزلي فيديوهات يوتيوب؟ والله نفسي جدا جدا، بس يعني ربنا يديني القدره والله. وانا المنتور فعلا جميل، وعن تجربه كورس العلم النفس الايجابي حلو عليه، كان حلو جدا. طب اهو يعني لسه بقول على حاجة طلعت في ناس اهو متابعة ومصحصحة. انا بدأت افهم اهو الدنيا فيها ايه. مش فاهمة يا دينا قصدك على ايه. يا ريت تعملي لايف عن قريب عن الحمل وازاي نتحكم في نفسنا في الفترة دي، نحافظ على مشاعرنا في الفترة دي. حاضر والله. طب والله بجد حلو جدا. ممكن يعني اطلع لكم لايف لما اعرف احمد عمارة. يا جماعة وانا قلت احمد عمارة ولا قلت احمد الاعور؟ عشان لو احمد عمارة فهو لا، بس لو احمد الاعور طبعا يعني. بصي هو مش لازم تتكلمي، كفايه تفتحي لايف وتفضلي ساكته عادي كده. ربنا يبارك. ايه يا جماعه والله بجد كلامكم فيه كميه طاقه، يعني ده تتصدر يا جماعه اقسم بالله. يعني ايه الجمال ده؟ تسلموا والله، شكرا. بس كده انا حاسه ان لازم نقفل بقى. الناس ما شاء الله مش بتبطل تعمل كومنتس وانا عماله اقرا وما بيخلصوش. فبكى افكر بقى اقفل. وشكرا لحد هنا، عشان كمان لو يعني حد يدخل يشوف اللايف ما يحسش ان هو طويل طويل قوي، فليه يعني. بس كده انا انبسطت بصراحه معاكم قوي قوي. وان شاء الله احاول من فتره للتانيه كده، احاول ايه اكررها تاني، احاول ادي صوفيا احاول انيمها. و واستغربت برضو لما قلتي احمد عمارة، اصل شغال فعلا يعني. بصوا وانا صغيرة اصلا كنت معجبة برضو بشغل احمد عمارة قوي، ولكن لما كبرت بقى وبقيت ان انا يعني اقدر افرق، عرفت بقى ان هو بيمشي في موضوع الطاقة ومش عارف ايه والجو ده. فشلته خالص من ضمن الناس اللي هم اساسا كده يعني. بس تمام هنستناكي. اوكي خلاص احنا نقفل لحد هنا كده. وبصراحة انا انبسطت جدا 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 ان انا طلعت النهاردة. حسيت انه حاجة حلوة يعني. يا جماعة طب ما احنا نطلع لايف من بدري ليه؟ قصدي ما بنطلعش لايف من بدري ليه؟ بس كده بقى نقفل ونقول شكرا ليكم والله. واتبسطت قوي قوي معاكم النهارده. وشكرا ان انتوا قلتوا لي كلام حلو قوي قوي وفرحتوني. يا جماعة بلاش بقى مجاملات اقسم بالله. انا عمالة اقول مع السلامة مع السلامة.